عندي وسواس على طول وخايفة حتى في مهام اليوم العادية، على طول بتخيل الورست كيس سيناريو، أسوأ سيناريو يعني، وده للأسف بيأثر عليا وعلى أدائي في الحياة. يا جماعة القرآن واضح. لما سئل الحسن البصري هل ينام الشيطان قال لو نام لاسترحنا. وبعدين ربنا بيقول ومن يعشو يعني يغفل، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فخد بالك لو احنا ما عندناش أوراد وأذكار كتير دائمة، احنا شيطان الخوف والقلق ووساوس الخوف والقلق هتغلبنا يقينا. لما ربنا قال في القرآن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فأنا النهاردة الخوف والحزن ده أغلب وساوسه من الشيطان. فعلشان تقدر تبقى قوي أمام شيطانك أنت محتاج يبقى عندك ورد كبير وذكر كتير. فلو سمحت أذكار الصباح والمساء أهم من الأكل والشرب. ولو فاتك الفجر تقول الأذكار الصباح الصبح، الأصل بتقال بعد الفجر. لو فاتك الفجر تصحى تقول أذكار الصباح، أذكار المساء بعد العصر أو أي وقت بالليل. سورة البقرة تشتغل في سماعة ما تقفش من البيت أبدا. لا إله إلا الله ما تتسابش أبدا، ما تسيبش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا ياخد بإيدينا.